في بداية هذا الأسبوع أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية السنغال السيد ماكي سال. وفي إطار التعاون المغربي السنغالي في القطاع الفلاحي، ترأس جلالة الملك والرئيس السنغالي حفل إطلاق شراكة لمواكبة الفلاحة الصغرى والوسط القروي بالسنغال، والتي تسعى إلى تمكين السنغال من الخبرة التي اكتسبها المغرب في مجال تطوير الفلاحة الصغرى، لا سيما في إطار مخطط المغرب الأخضر. هذه المواكبة ستستهدف 7,000 فلاح صغير بشكل مباشر ونحو 70,000 نسمة خلال 5 سنوات. كما تم خلال هذا الحفل تقديم بيان حول تسريع المباحثات بهدف إرساء شراكة بين الخطوط الملكية المغربية وإير سنغال SA لفائدة الشركتين. التعاون المغربي السنغالي في قطاع الصيد البحري كان حاضرا أيضا ضمن برنامج الزيارة الملكية الرسمية لجمهورية السنغال، حيث أشرف العاهل الكريم والرئيس ماكي سال على إطلاق مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط لفائدة السنغال. وأقام رئيس جمهورية السنغال السيد ماكي سال مأدبة غداء رسمية على شرف صاحب الجلالة والوفد المرافق لجلالته. وبمقر إقامة العاهل الكريم بدكار استقبل جلالته الفنان المصور محمد مرجي، الذي قدم لجلالته كتابه الجديد تحت عنوان الملوك الثلاثة: التاريخ عبر الصور. وفي سياق رؤية صاحب الجلالة لفتح الشراكة على جميع القطاعات مع الدول الإفريقية، تم إطلاق برئاسة جلالة الملك والرئيس السنغالي مشروع إحداث مركز للتكوين مخصص للمقاولة. المركز سينجز على مستوى القطب الحضري الجديد بدكار، وسيوفر مسارا دراسيا تصاعديا للتكوينات التقنية يروم إحداث المقاولات، موفرا التكوين ل300 شاب في السنة، إلى جانب مصاحبة 100 شاب من حامل المشاريع في إحداث مقاولاتهم. كما سيشتمل المركز على وحدة تكوينية في مهن السياحة. وبالمستشفى الرئيسي لدكار، أشرف جلالة الملك والرئيس السنغالي على تسليم هبة ملكية عبارة عن كمية من الأدوية لفائدة المجلس الوطني السنغالي لمحاربة داء السيدا. الهبة الملكية عبارة عن ما يزيد عن 1.5 طن من الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض المرتبطة بداء السيدا. وبهذه المناسبة قام قائد البلدين بزيارة لمصلحة الولادة بالمستشفى الرئيسي للعاصمة دكار. وبالمركز الدولي للندوات عبد ضيوف بضواحي دكار، ترأس العاهل الكريم والرئيس السنغالي حفل تقديم أشغال مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السنغالية. نتائج هذه الأشغال تمخضت عن مجموعة من الاتفاقيات والتي تهم قطاعات السياحة والاقتصاد الاجتماعي والصناعة التقليدية والمعلوميات واللوجستيك. كما خلصت أشغال مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السنغالية التي أحدثت في السنة الماضية إلى توصيات واقتراحات بهدف تطوير مستوى الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، مع التأكيد على التزام الطرفين المغربي والسنغالي على إرساء شراكة رابح رابح بين القطاع الخاص في كلا البلدين. وبالمسجد الكبير لمدينة دكار أدى أمير المؤمنين صلاة الجمعة بحضور الوزير الأول السنغالي السيد محمد بون عبد الله ديون. نشهد أن لا إله إلا الله. وتفضل أمير المؤمنين بإهداء الجهات المكلفة بتدبير الشؤون الدينية بجمهورية السنغال 10,000 من نسخ المصحف الشريف في طبعته الصادرة عن مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، قصد توزيعها على مساجد السنغال.
وأمس السبت وفي ختام الزيارة الرسمية لجمهورية السنغال غادر جلالة الملك العاصمة دكار، حيث كان في توديع جلالته عدد من المسؤولين وسامي الشخصيات المدنية والعسكرية بالسنغال. وعاد العاهل الكريم إلى أرض الوطن في ختام المرحلة الأولى لجولة قادت جلالته إلى عدد من الدول الإفريقية الشقيقة.